400 كيلو طريق الصادرات الآن موجودة فيها القوات المشتركة والقوات المسلحة والقوات المساندة، كل من خير ما نذكر أسماء القوات دي كلها موجودة هنا. المهم كل أبناء الشعب السوداني المقاتلين المساندين للجيش السوداني الآن موجودين في 400 كيلو ابتداء من الموالح لحد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. في جنجويدي موجود هنا، تفضل تعال هنا في المنصة دي وقول والله يا النجوم انت كذاب وانت يا عمر مجرد زول بتاع السواقة ساي وفلان، تعال كذبنا واثبت العكس. احنا ادعينا ودي بينتنا موجودة. داير تشاهد الفيديوهات دي بجودة عالية ادخل الصفحة بتلقاها موجودة، وموجودة في الميديا يعني عموما، يعني في كل الصفحات موثقة، سواء كان عند النشطاء او عند الصحفيين او عند في القنوات الرسمية. الملف ده يا عمر اتقفل خلاص. احنا الان انا قلت لك في حتات تانية بس ما حنعلن او نكتب التفاصيل. قسم بالله ممكن انا خايف اقفل اللايف ده تمشي تلقوا الفيديوهات نزلت عموما، لان انا ما داير استعجل في حاجه. في حتات تانية، الحتات التانية دي تمحت لنا بكل بساطة انه نسيطر على كامل ولاية شمال كردفان اللي هي من اكبر الولايات في السودان، مش اكبر من الاكبر، لانه الجنجويدي هي حاجة دارين يقصوها ويعملوا بها محتوى. فولاية شمال كردفان يا عمر مجرد ما ينتهي امرها، انت تعلم انه دي الولاية دي بتقع في سنتر السودان، وتقريبا دي من الولايات من 3 ولايات تقريبا ما بيمتلكوا حدود مع دول الجوار، فتامينها هيكون سهل نسبة لأنها ما عندها حدود خارجية مع دول الجوار. فالولاية دي ليه هي صعبة واخذت كل الوقت ده؟ ولاية شمال كردفان يا عمر بتمتلك حدود مع شمال دارفور الفاشر اللي هي بروش ومكدادة والمناطق دي لحد ما تصل الفاشر، وأيضا بتمتلك حدود مع ولاية غرب كردفان اللي هي الفولة وبابونوسة وغيرها من المناطق دي، وتمتلك حدود مع ولاية جنوب كردفان اللي هي انت ماشي من الدبيبات وماشي لحد تصل لفطي وسنجوكاية تصل لجنوب كردفان، وبتمتلك حدود مع ولاية النيل الأبيض ولاية الخرطوم وبدار الريح مع ولاية الشمالية. فيبقى ان هي ولاية حاكمة، ولاية رابطة لكل الولايات بتاعت السودان دي، يعني ولاية بتمتلك حدود مع دارفور ومع ولايتين في كردفان وولاية النيل الأبيض في الوسط ومع العاصمة نفسها ومع الشمال. فلذلك الامر ده اخذ وقت. الان زي ما حسي بكل بساطه. طيب السؤال بيطرح نفسه، فضل شنو في الولايه دي؟ يعني الان الفضل شنو في ولايه شمال كردفان عشان نعلن تحريرها بالكامل؟ فضل يا عمر اللي هو دار الريح اللي هي المنطقه بتاعت المزروب وحمرة الشيخ وسودري ومبادر واللي هي التنة والتنة. المناطق دي كلها طبعا مع بعض كده زي الشيء اللي حصل دي. المناطق دي مجرد ما يتم تحريرها، والآن زي ما قلت لك في الحمد لله والأمور ماشية طيبة، دي كده ولاية شمال كردفان دي بالكامل بتكون اتحررت. بعد ده بيكون باقي لنا بدأ احنا كنا بنتحد في 6-7 محور، انت تاني بتكون سايق محورين، محور الغرب الأبيض تكون ماشي اتجاه صميمة والقوية النحوت وانت كده دارفور. المحور الثاني اللي هو كاسقير الحماد الدبيبات ثم الدلنج، ويكون انتهيت امر ولايه جنوب كردفان وحررتها بالكامل. يبقى غرب كردفان، غرب كردفان اللي هي الولايه العازله ما بين كردفان ودارفور. انت غرب كردفان دي استلمتها اديل الضيان. تعرف ان الموضوع يعني قريب شديد، مجرد ما تستلم غرب كردفان دي يعني هسه الليله غشيت النهوض خلاص. المدن والمناطق بتاعت غرب كردفان هديك الضيام وهديك الفاشر. فعشان كده احنا الان قاعدين نتكلم في حاجات مفصليه، والجنجويد ما قادرين يستوعبوا وبيحاولوا بقدر الامكان يعني يكذبوا الانتصارات دي بسبب انه بيعلموا جيدا انه امرهم انتهى. يا جماعه داير اسالكم سؤال وندي المايك لاحمد كسل. ما احمد كسل الجنجويدي ده، احمد كسل ده الجياش تمام. هل شاهدتوا لكم فيديو لجنجويدي من الميدان زي زمان؟ زمان احنا متعودين يعني بعد كل منطقة الجيش يحررها يطلعوا بيسجلوا فيديوهات والله يا نحن ولسه قاعدين وجايينكم. وين الفيديوهات دي؟ سؤال يعني ما سألتوا نفسكم السؤال ده؟ فجأة كده الجماعة دي اللي اختفوا فجأة كده ما في أنا ما قاطع في الحتة دي، لكن الجماعة دي يعني زي ما بقول لك
حجم الدق اللي حصل لهم في المناطق دي خلاهم في وضعيه بتاعت خلعه. السؤال بتاعك ده سؤال منطقي، والتاكيد اللي بتاع كلامك ده هم دائما كانوا بيمارسوا في العمليه بتاعت المناطق العسكريه. الان قالوا عشان ما يعرض قواتنا العسكريه في المناطق بتاعت جبره الشيخ والمناطق بتاعت مسياله ومقرفه لطبيعه بتاعت هجوم من قبل قوات الشعب المسلح السوداني، متحفظين بشكل الفيديوهات ده. الكلام اللي هم سايقين به والقطيع بتاعهم بتاع الملاجئ بتاع الدعم السريع انه نحن اذا عرضنا اي فيديو للمناطق حيتم استهداف القوه العسكريه دي. تفضل واصل. فهو بكل بساطه الجري ما في. هسه انا لو نزلت العربيه ودي جاري ما حقدر اصور، صح؟ ما ايدك هتحتاج. الطبيعي الكاميرا دي، ما التليفون ده ما كله كاميرا، الكاميرا دي نتشه صغيره كده في التليفون. فالجري يا اخي، انتوا يا جماعه الفيديوهات دي كانت تشاهدوها، الناس دي بيجروا يعني في من الطرائف جبال، يعني المعركه بتاعت الصباح بعد ما كاوتهم كده في حته يعني ظبطوا لهم امورهم. الناس دي نزلت من التاتشر جاريه برجيله. والله انا الموضوع ده فاكره كان نكته، مش في نكته كده بيقول لك والله الزول مرات في النوم بحس نفسه هو اسرع من العربيه وبينزل وبيجري منها. الليل الجنجويد طبقوا الاشياء اللي كنا بنحلم بها، نزلوا من العربيه وجروا. يعني تخيل بني ادم شده الخوف بحس نفسه هو اسرع من التاتشر، جروا عليه البرد ما اعرف زي 6 ساعات. الفيديو موجود يعني، بس فوق صوت صغيره وكده صعب انه الواحد. الناس دي نزلت جرت. انا الحاجه دي كنت زمان بحلم بها، انك انت سايق عربيه ساكيك اسد كده ولا هناك، فبتحس انه العربيه دي واقفه، بتقوم تنزل انك تجري لانك بتحس نفسك اسرع من العربيه يعني. لانه العربيه في النهايه سرعتها محدوده يعني، كلها 140 كيلومتر، على اساس انه الانسان بيجري اكثر من 30 كيلومتر في الساعه. هم شايفين ال 140 كيلومتر بتاعت التاتشر ولا 180 دي شايفينها نزلوا جربوا كورينهم. طبعا زي ما ذكرت لكم انه القاعده بعد ده ما في يعني. الابع الاداري ده يا عمر فاروق صراحه قاعد تعمل ازعاج يعني. فمن غير ما نخش شرح كثير، فإبع داري تاني ما في بإذن الله سبحانه وتعالى لحد ما ينتهي الأمر بتاع الجنجويد في كردفان، وبعدين نشوف اللي بيحصل قدام. فالجنجويد بقيتوا تبحرون حتى الأحلام الملخبطة اللي هو بسموه أحلام الأصفر، صح؟ اللي هو تحلم انت مثلا دائما كده الشباب عندهم الأحلام دي، واحد بيحلم انه لاعب في ريال مدريد، وفي هو مثلا مكان كريستيانو ومتزوج جورجينا، وفي نفس الوقت الارض ما اعرف في كوكب المهم حاجه ما عندها تفسير. الاشياء دي يعني احنا كنا بنشوفها دي مجرد حلوس اللي هو النوم زي الزمن ده. الجنجويد الان بيجوا يسووا الحاجه دي قدامنا. يعني الليله في جنجويد داي غبي، انا كنت داير حتى انشر الفيديو في صفحتي لكن خليته، ناشر فيديو من رمضان على اساس انه هم حرروا بارع. ويعني والمشكله الفيديو هو موجود يا جماعه. الفيديوهات سهل جدا تعرف الفيديو ده اول تاريخ نشر له. الان هسه في جوجل بس كتبت بيدوك 100 موقع حتى بالذكاء الاصطناعي، ما محتاج ذاته موقع. في تلفونك ده خشيت لي جيميناي او شات جي بي تي، نزلت له الفيديو سالته الفيديو ده تصور شهر كام، هيقول لك والله يا فرده باللهجه السودانيه ذاته بقى يفهمنا. اتصور شهر كده يوم كده، واول صفحه نزلته بيجيب عليك وبالتاريخ وبالتفاصيل. يعني هم للان هيصروا انهم يكذبوا مثلا. فالمهم مبروك الانتصارات يا جماعه. وموضوع طريق الصادرات ده امره باذن الله سبحانه وتعالى انتهى. باقي مجرد امور فنيه بيقوم بها الجيش اللي هو تامينات من نقل المهم السيارات والاسلحه وغيرها من التفاصيل، وهيكون في تامينات تانية بعدين باذن الله. هيجي الجيش طبعا بالبيانات الرسميه. طبعا دي حاجات احنا ما بنقول لزول الطريق فاتح، كلمه الطريق فاتح دي ما في، دي بيقول عليك الجيش عشان ما تسمع طوال تدور عربيتك تمشي تقوم بك لغم ولا تلقى دانا ولا يتعاملوا معي انت ذاتك كعدو. لسه الناس سعرانه هناك، ما في زول يقول الطريق فتح انا بدل نمشي ب 8 9 ساعات خلينا نختصر بيا. هل الامور تستتب؟ الحمد لله الامور ماشيه طيبه، امور هنيئه ما في اي اشكال. الامر ده بينتهي، الناس تتقدم قدام شويه تامن الطريق ده، والناس بعد ده يعني تصل الأبيض تلقى القوات دي وصلت باذن الله سبحانه وتعالى بروش ومكداده والناس داخله للفاشل. اتفضل يا احمد عمر. والله يا حبيبنا اول حاجه النجوم يا اخي، تحياتنا لك ولعمر الفاروق. نحن هنا في بدايه اللايف ده بنقول يا اخي ربنا يرحم شهدائنا، وما عزيزين على الوطن وما عزيزين على البلد.
القوات المسلحه قدمت والمشتركه قدمت، الدراعه قدموا، الشباب ديل قدموا، والليله نحن بنعتبر يعني عمنا وزعيم الشهداء نحن بنعتبره اللي هو عبد العزيز مستر هجوم 77